بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسيرة تضامنية مع إخواننا في غزة وفي فلسطين عامة وفي غزة خاصة في النواحي ديال غزة، ونطلب الله تعالى يرفع عليهم هذا البلاء المسلط. هاد الناس هادو في الحقيقة هذا الشيء اللي راه تينزل على غزة، راه القلوب ديالنا تتحرق وما لقينا قوة وما عندنا إلا تندعيهم معاهم، ونطلب الله تعالى يوفقهم ونطلب الله تعالى يجمع الشمل ديال المسلمين والعرب باش يتفقوا ويحيدوا هذا الظلم على غزه. هذا الشيء هذا راه ظلم، هذا في الحقيقه ظلم كبير. راه الحيوانات ما يقدروش يديروا هذا الشيء، راه كثير بزاف هذا. ونطلب الله يوفقهم وما عندنا الا ندعيو معاهم، ما عندنا جهد الا الدعاء لهم ان شاء الله. احنا خارجين هذه الخرجه مع خوتنا في فلسطين، كنتضامنوا معاهم، كنتضامنوا مع خوتنا ويسمحوا لينا بزاف، راه حنا قصرنا في حقهم وحنايا مراد من جهتهم. والله ينصرهم، الله ينصرهم. الموت لاسرائيل، الموت لاسرائيل والله. وتحيه فلسطين وتحيه غزه الحره الابيه، تحيه غزه الحره الابيه. وكيسمحوا لنا خوتنا، سمحوا لنا وبزاف خوتنا وحجنا حنا هذه الخرجه على قبلهم. وتحيه فلسطين الابيه، تحيه فلسطين. والموت لاسرائيل، الموت للصهاينه، الموت لاسرائيل، الموت للصهاينه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئنا اليوم ملازمة لقضية فلسطين، دعما وتضامنا مع إخواننا، لأن اليهود والإسرائيل هاجموا فلسطين وتركوهم بدون ماء ولا طعام ولا شراب، فناموا في الأزاقي، لأن غزة كانت من أروع المدن التي في فلسطين، فأصبحت من بعد قديمة غير جميلة. نزلنا المسيرة اليوم باش نحتجوا على هذه المجازر الصهيونيه اللي كيتعرض لها الشعب الفلسطيني بالمباركه ديال الامبرياليه الامريكيه والاتحاد الاوروبي. ايضا نزلنا للشارع اليوم باش ندوا بالموقف ديال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني اللي كيقتل في الابناء الابرياء سواء النساء وشيوخ الفلسطينيين. خرجنا اليوم باش نقولوا باش تكون يد وحده من اجل نصره الشعب الفلسطيني وضد الدمار والتدمير ديال الاراضي الفلسطينيه ومن اجل تحرير فلسطين. وشكرا. بسم الله، السلام عليكم. احنا خوتكم من المغرب ان شاء الله، خرجنا ضد الاجرام اللي كاين في غزه، وتحيه من المغرب للقسام، كتائب القسام. حنا من هنا كنحيوهم وتنقولوا لهم راه حنا قلبنا مقطع عليهم، وربي تيشهد علينا اننا ما كنعسوش ملي كنشوفوا داك الاجرام اللي على الاطفال والنساء والشيوخ. وهذا عار على الانظمه العربيه، لان خاصها تتحرك، لان خوتنا في خطر مساكن واقصانا في خطر. وهذا الشيء اللي خلانا كنخرجوا كندوا ضد الاجرام اللي كاين في فلسطين خصوصا في غزه، وكنطلبوا منهم يرفعوا الحصار على خوتنا. راه هذا الشيء بزاف وحشومه. حنا كنتفرجوا كناكلوا ونشربوا مع ولادنا وهما مساكن معذبين. هذا الشيء ضرنا في خاطرنا بزاف وخلانا بلا والله العظيم ما كنعسوش، والماكله ما تناكلوش. الحمد لله على كل حال، وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الاجرام وهذا الظلم اللي على الامه الاسلاميه كامله. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا العار وهذا الذل اللي كنعيشوه. اللهم لك الحمد على كل حال. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اليوم كنحمد الله وكنشكره انه اذن لي باش نشارك خوتي وخواتاتي وابنائي في فلسطين وخاصه غزه الابيه غزه. انا نسمع صوتي ونقول لهم الله معكم وامه سيدنا وسلم معكم، والمغاربه ابناء واطفال واباء وامهات كلنا روحا وقلبا وجسدا ودما فدا للمسجد الاقصى وفدا للمسجد. نسال الله عز وجل ان يجعل هذه الخطوات
والأصوات في ميزانية وفتحا وبشر. ونسأل الله يكون الابتلاء اللي كيعاني منه خوتنا نارا بردا وسلاما عليهم، وأن يعجل لنا ولهم بالفتح المبين، فإما الشهادة وإما النصر. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في هذه الوقفة، وأن يرفع الغمام على الأمة العربية من المغرب الأقصى إلى أقصى بلاد المغرب في الشرق. ونسأل الله أن يثبت أقدامنا يا رب ويتقبل منا، وبارك الله فيكم.